بين أعماق الصحارى وقاع المحيطات، بين أسرار الوديان والسهول والغابات، بين الظاهر والباطن من الحضارات، أسرار عميقة وتواريخ سحيقة وأمور اختلطت بين الخيال والحقيقة. جغرافيا الأرض شاسعة والأراضي السبع واسعة، وما نعلم منها لا يتعدى ما اكتشف. أجزم لك ما اكتشف إلى الآن سوى الشيء اليسير. الأرض ما زالت تحمل الأسرار القديمة، وما زال بجوفها مدن وأراضي عظيمة. يا أهل وسكان الأرض، هل سمعتم من بلدان خبأت عن العين؟ مدن ضاعت بزحمة الزمان، مدن اكتشفت، مدن تغيرت، مدن أخفيت. هذا اللي راح نكتشفه اليوم. منها المحكي، منها المسكوت عنه، منها اللي تغير، ومنها اللي تغيرت معالمه وتاريخه، ومنها الموثق ومنها المغير. طليطلة اسم بسيط من الأسماء اللي راح نمر عليها بمحطات اليوم، واللي راح نزورها ونشوف شنو التاريخ اللي بيها، وين كانت، وين صارت، شنو هي، شنو الكنوز اللي بداخلها، والأهم نكتشف الأسرار المحكية عنها. كل هذا موثق، كل هذا راح نزوره اليوم. خليكم ويانا. نبتدي اليوم وياكم بسلسلة قصص الأجداد وأسرار العباد، أسرار، تواريخ وأمور أكيد راح تعجبك. طليطلة، وهي مدينة واسعة الأقطار عامرة الديار، أزلية من بناء عمالقة عاد الأولى، ولها أسوار حصينة لم ير مثلها إتقانا أو متاعا، ولها قصبة عظيمة وهي على ضفة البحر الكبير يشقها نهر يسمى باجة، ولها قنطرة عجيبة وهي قوس واحد، والماء يدخل من تحته يجري بشدة، وفي آخر النهر ناعورة طولها 90 ذراعا مع الريش. يصعد الماء إلى أعلى القنطرة فيجري على ظهرها ويدخل إلى المدينة. كانت طليطلة دار مملكة الروم، وكان فيها قصر مقفل أبدا، وكلما تملك فيها ملك من الروم أقفل عليه قفلا محكما، فاجتمع على باب القصر 24 قفلا. ثم ولي الملك رجل ليس من بيت الملك، فقصد فتح القصر، فقالوا له بعض الرهبان والحكماء إن آخر ملوك الأندلس يفتح على يديه. أي حذروه ومنعوه وجهدوا به، فأبى إلا فتحها، فأزال الأقفال وفتح الباب، واللي لقاه صور العرب على خيلها وجمالها، وعليهم العمائم المسبلة، متقلدين السيوف وبأيديهم الرماح الطوال والعصي. ووجد كتابا بخط كبير مكتوب فيه: إذا فتح هذا الباب تغلب على هذه الناحية قوم من الأعراب على صفة هذه الصور، فالحذر كل الحذر من فتحه الحذر. في نفس تلك السنة فتحت الأندلس، ومن نذكر الأندلس نذكر طليطلة أو توليدو حاليا. توليدو هي نفسها طليطلة، اللي بعد أن فتح الباب الملك ورأى النبوءة اللي داخل الباب فتحت تلك السنة على يد الأعراب. وكان هذا الشيء بزمن حكم الوليد بن عبد الملك، وقتل طارق بن زياد ذلك الملك شر قتلة.
ونهب ماله وسبيت الديار، واستقر الحكم للأعراب بها. غنم أموال تلك البلاد، ووجدوا بها ذخائر عظيمة وكنوز كبيرة، من بعضها 170 تاجا من الدر والياقوت والأحجار النفيسة، وإيوانا تلعب فيها الرماح بأرماحهم قد ملئ من أواني الذهب والفضة مما لا يحيط به وصف، ووجد بها المائدة التي لنبي الله سليمان بن داود عليهما السلام. قد كانت المائدة على مثل ما ذكر من زمرد أخضر، وأوانيها من الذهب، وصحائفها من اليشم والجزع. ووجد أيضا الزبور بخط يوناني في ورق من ذهب مفصل بجوهر ونفائس عظيمة. ووجد مصحفا محلى فيه منافع الأحجار والنبات والمعادن واللغات والطلاسم وعلم السيمياء والكيمياء. ووجد مصحف فيه صناعة أصباغ الياقوت والأحجار وتركيب السموم والترياقات، وصورة شكل الأرض والبحار والبلدان والمعادن والمسافات. ووجد قائمة كبيرة مملوءة من الإكسير يرد الدرهم منه 1000 درهم من الفضة ذهبا إبريزا. طبعا هذا الشيء مذكور بعلم الخيمياء أو شيء من علم الخيمياء. نكمل لكم. ووجد مرآة مستديرة عجيبة من أخلاط قد صنعت لسليمان عليه السلام، إذا نظر الناظر فيها رأى الأقاليم السبع فيها عيانا. ووجد مجلس فيه من الياقوت حمل بعير، وبطليطل بساتين محدقة، وأنهار مغدقة، ورياض وفواكه مختلفة الطعوم والألوان، ولها من جميع جهاتها أقاليم رفيعة ورساتيق مريعة، وضياع وسيعة، وقلاع منيعة. طليطلة جوهرة الأندلس. أين هي طليطلة اليوم؟ وما حالها؟ وأين أصبحت؟ حكمت طليطلة وازدهرت بعهد الدولة الإسلامية. نظرة سريعة لطليطلة عام 1608 للرسام الغريكو. طليطلة مدينة قديمة للغاية، ويغلب أنها بنيت في زمن الإغريق. شيدت في عهد الرومان، وحصنوها بالأسوار العالية، وأقاموا بها المسارح والجسور العظيمة. وبلغت طليطلة ذروتها بعصر الخلافة الإسلامية. كانت طليطلة بلد جميل مزيج من الفن والعلم، وكانت تعرف بالقرون الوسطى باسم مدينة التسامح، حيث كان يتعايش فيها المسلمون والمسيح واليهود ومختلف الثقافات اللي كانت متواجدة بذاك الزمن. يرجع اسم المدينة إلى العهد الروماني، حيث كان يطلق عليها اسم توليدو، وتعني بالرومانية المدينة المحصنة. وكان العرب يسمون طليطلة تحديدا مدينة الأملاك، لأنها كانت عاصمة مملكة القوط، أو باللاتيني توليدو. اشتهرت أيام الحكم الإسباني الإسبانيا، وهي المدينة حاليا متواجدة بدولة إسبانيا، حيث كانت مدينة أندلسية عريقة بالقدم، وأطلق عليها جوهرة الأندلس. اسم طليطلة تعريب للاسم اللاتيني توليدو، مثل ما ذكرنا لكم. اليوم طليطلة أعلنت موقع التراث العالمي من قبل اليونسكو بعام 1986 للتراث الثقافي الضخم، اللي تحويه حاليا بوصفها واحدة من العواصم السابقة للإمبراطورية الإسبانية والمملكة الإسلامية بوقتها، ومكان لتعايش الثقافات والأديان. هنا وصلنا وياكم اليوم. الرحلة طويلة، إن شاء الله تكون الرحلة عجبتكم، والقادم راح يكون أحلى. بس
هذا مو كل شي يا جماعة الخير، بعدنا ما كشفنا غير جزء صغير من أسرار التاريخ والكنوز المحيطة بالأرض والأراضي الشاسعة. خليكم ويانا بالحلقات الجاية، راح ندخل نستطلع الغابات ونغوص بعمق البحر ونصعد قمم الجبال وحتى ننزل العالم الجن ونكتشف الأسرار العميقة الموجودة بداخله والمخفية. كل هذا راح نكتشفه وياكم بسلسلة قصص الأجداد وأسرار العباد. كونوا ويانا بالحلقات الجاية لأن المغامرة ما خلصت بعد. كان وياكم حمادة هيكل على المايك، والتحقيق التاريخي والسيناريو. جميع المصادر اللي انذكرت راح تلقاها بوصف المقطع. نورتونا بقناتكم واشتاق لك اللي تميزت بوجودكم يا جماعة. اللايك مهم، وإذا عجبك المقطع شاركه ويا أصحابك والأهل، وأكيد لا تنسون الاشتراك بالقناة، هالشي يسعدنا فعلا، وفعل جرس الإشعارات حتى ما تفوتك الحلقات الجاية. وأهلا بيكم، بيت هيكل يحييكم. سلام.